من الساحات التاريخية لأماكن التسوق الفاخرة، ومن الشوارع الملكية لطرق المشاهير، بتضم لندن كتير من الأماكن المشهورة عالمياً. فيلا بينا ناخدك في حلقة النهاردة من لف العالم مع منفيس في الجولة في أهم شوارع لندن. لف العالم مع منفيس. لف العالم مع منفيس كل خميس. 1. شارع وميدان بيكاديلي. شارع بيكاديلي اللي بينتهي بميدان بيكاديلي، وهو من أشهر ميادين لندن ونقطة انطلاق ل4 شوارع رئيسية تانيين. في ميدان بيكاديلي بتنبهر بكم شاشات العرض الكبيرة وإشارات النيون اللي بتخطف الأنظار وخصوصاً بالليل. ده غير إنه في محيط الميدان بتنتشر أكبر المسارح والسينمات مع المحلات والمطاعم في لندن. 2. شارع ريجنت، واحد من الشوارع المهمة للشوبينج في ويست إند لندن. شارع ريجنت بيتفرع منه منطقة كارنبي سوهو، وهي من أروع المناطق اللي ليها ستايل مختلف وأماكن مخصصة للجلوس ممتعة جدا. كمان الشارع فرصة كويسة لو جاي مع أطفالك، لأنهم هيحبوا يزوروا محل ألعاب هامليز اللي ممكن تقعد فيه وقت طويل جدا تكتشف كل ما هو جديد في عالم الألعاب. 3. شارع أكسفورد، أشهر شوارع التسوق في لندن. على طول أكتر من 2 كيلومتر بتقابل أكتر من 300 محل من سلاسل الماركات العالمية اللي بترضي كل الأذواق، بخلاف الماركات الإنجليزية المشهورة واللي بتكون موجودة على جنبين الشارع. شارع أكسفورد بيمتاز كمان بموقعه، فوانت ماشي لآخر الشارع بتدخل كمان واحدة من أجمل حدائق لندن وهي هايد بارك. وأجواء الأكسفورد ستريت في العطلات والأعياد مع الزينة والأضواء بيكون مبهر وجميل جدا وبيجذب ملايين الزوار. 4. بوند ستريت لندن، شارع الأناقة والفخامة في لندن. بيربط شارع بوند في غرب لندن بين ميدان بيكاديلي وشارع أكسفورد، وبيشتهر الشارع بثروته من المحلات الأنيقة الفاخرة ومحلات المجوهرات والعلامات التجارية لأشهر المصممين زي بيربري، لوي فيتون وشانيل. 5. شارع كارنبي، شارع التسوق العصري في قلب حي سوهو. شارع كارنبي شهد ولادة كتير من فنانين لندن المشهورين زي طبعاً فرقة The Beatles و The Rolling Stones. إنما دلوقتي فالشارع محاط بمحلات الأزياء والبوتيكس لأسماء براندز معروفة. ويصادف كمان إن في لافتة مقوسة في الشارع مكتوب عليها مرحباً بكم في شارع كارنبي، فهتكون فرصة لقطات تذكارية حلوة للإنستجرام. 6. أبي رود، غلاف ألبوم فرقة البيتلز المشهورين. لو كنت من معجبين فرقة البيتلز فبنحب نقولك إنهم استخدموا شارع أبي غلاف لألبومهم اللي صدر بنفس الاسم، فضروري وانت في لندن تروح تتصور انت كمان هناك. 7. ميدان ليستر، مركز الترفيه في ويست إند لندن. ميدان ليستر من ميادين لندن الترفيهية والمفعمة بالحيوية، وفي محيط الميدان هتلاقي مسارح ويست إند الكبيرة وأفضل السينمات في لندن. ده غير طبعاً الكوفي شوبس والمطاعم الممتازة، والأهم من كل ده هتلاقي واحد من أكبر محلات الحلويات في العالم وهو World. 8. شارع بريك لين، لمحبي استكشاف الثقافات المختلفة والإبداع والألوان المهيبرة وروايح الكاري. شارع بريك لين مشهور بالممر التاريخي المليان بالحيطان الفنية في الشوارع، ده غير المحلات والأسواق القديمة اللي ممكن تكتشفها هناك. زور محل دارك شوجرز للشوكولاتة، واعمل رحلة صغيرة حوالين أولد ترومان برويري، وفي نهاية زيارتك اختار اللي يعجبك من مطاعم الكاري، فهي من أفضل المطاعم في لندن. 9. شارع ذا مول، الشارع الملكي للقصر الملكي باكنغهام. لو كنت اتفرجت على أي حدث كبير بيتم بثه من لندن زي احتفالات الزفاف الملكية واحتفالات اليوبيل، يبقى أكيد هتتعرف على شارع ذا مول. الشارع الملكي ده بيبدأ من ميدان تريفالجر وصولاً لقصر باكنغهام، وجولة تمشية في الشارع هتدي لك إيحاء إنك بتتمشى على السجادة الحمراء اللي هتوصلك لبوابات القصر. وفي المرتبة 10 شارع كينجز رود، واحد من أغلى شوارع التسوق في لندن. كينجز رود من أرقى شوارع التسوق اللي بيبدأ من تشيلسي نهاية بحي وورلدز إند. بيصطف على جنبين الشارع محلات الملابس والبوتيكس لأسماء البراندز الفاخرة.
ووارد وانت بتتمشى تقابل واحد من المشاهير. وبكده نكون وصلنا لنهاية اقتراحاتنا لحلقة النهاردة. استنونا الحلقة الجاية مع أفضل أوتلتس في لندن، وما تنسوش تضغطوا سبسكرايب وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم إشعار الحلقة بمجرد ما تنزل.